هو مين افضل مقدم برامج رياضيه في الدوري المصري او الكره المصريه؟ الكره المصريه فيها مقدمين برامج رياضيه كتير جدا. في المدرسه القديمه اللي هي الكابتن احمد شوبير، الكابتن مدحت شلبي، الكابتن سيف زاهر. وفي بقى المدرسه الحديثه الكابتن ابراهيم فايق، هاني حتحوت، كريم خطاب، كريم رمزي، في ابراهيم عبد الجواد. من وجهه نظري ثالث افضل مقدم رياضي هو الكابتن احمد شوبير، اللي هو يعني الخبره القديمه اصلا، صاحب المدرسه وصاحب الكوره اصلا. المركز الثاني هو ابراهيم فايق. ابراهيم فايق من الشخصيات المحترمه جدا، جريء، ما بيخافش من حاجه، بيتناول كل القضايا، محايد. وابراهيم فايق بيحاول يقدم فعلا يعني افكار مختلفه، وبيحاول يحترم عقليه المشاهد. لكن من وجهه نظري انا بقى الشخصيه واكتر واحد بحبه كمقدم رياضي هو الكابتن هاني حتحوت. هاني حتحوت برغم ان هو زملكاوي، لكن ما تحسش خالص ان الراجل ده زملكاوي او اهلاوي او اسماعيلاوي. الراجل بيدي لكل حد حقه. اي اعلامي بيجي او اي ضيف عنده بيكون له حق الرد او حق الانتقاد. انزل اكتب لي رايك في كومنتات مين هم ثلاث افضل مقدمين برامج رياضيه في الدوري المصري.